السلام عليكم جمهور البارسا الرائع، وأهلا بكم في نشرة جديدة عن أخبار برشلونة. أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعبه أنسو فاتي في تدريبات الفريق الكتالوني استعدادا للموسم الجديد. وعاد أنسو فاتي للعب في صفوف برشلونة من جديد بعد انتهاء فترة إعارته لفريق برايتون الإنجليزي، ولم ينجح حتى الآن الشاب الإسباني فاتي في استعادة مستواه الذي بدأ به مسيرته مع البارسا، حيث كان يتوقع البعض بأنه يسير على خطى الأسطورة ليونيل ميسي، ولكن الإصابات أبعدته كثيرا عن مستواه. وأشارت صفحة برشلونة الرسمية على تويتر إلى أن أنسو فاتي قد تعرض إصابة في قدمه خلال تدريبة الفريق يوم الثلاثاء، وأوضح النادي بأن اللاعب سيخضع للعلاج في برشلونة وسيحدد موعد عودته إلى التدريبات بعد الكشف عن حجم إصابته. يقترب النجم الإسباني الشاب غافي من العودة من جديد للمشاركة مع برشلونة بعد التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي. وغاب غافي عن المشاركة مع برشلونة ومنتخب إسبانيا منذ تعرضه للإصابة في لقاء الماتادور ضد جورجيا في تصفيات كأس أوروبا يورو 2024. وبحسب تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن عودة غافي لم يتم تحديد موعدها بعد، ولكن النجم الشاب يقترب أكثر من العودة للملاعب من جديد. ولفت التقرير إلى أن غافي لمس الكرة للمرة الأولى في تدريبات برشلونة يوم الثلاثاء، وقام بإنجاز خطوة كبيرة في عملية التعافي من الإصابة. وبالتأكيد ستمثل عودة غافي للملاعب خبرا جيدا للمدرب هانسي فليك ولكل عشاق برشلونة حول العالم. أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي باشكتاش التركي مهتم بالتعاقد مع أحد لاعبي فريق برشلونة الإسباني. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن نادي باشكتاش مهتم بالتعاقد مع الفرنسي كريمون لونغلي مدافع فريق برشلونة في الصيف الحالي. ووصلت الصحيفة الإسبانية أن أندية الدوري السعودي مهتمة بضم المدافع الفرنسي، ولكنه لا يريد الانتقال إلى السعودية. وتابعت سبورت أن النادي التركي منفتح على فكرة استعارة اللاعب الفرنسي مع دفع جزء كبير من راتبه السنوي. وشددت الصحيفة الإسبانية على أن النادي الكتالوني لن يمانع في السماح للاعب الفرنسي بالمغادرة بدون الحصول على مقابل مادي، فهم في حاجة ماسة إلى توفير راتبه. وأنهت سبورت أن برشلونة حاول إنهاء عقد لونغلي بالتراضي، لكن اللاعب رفض ذلك بشدة. يتجه نادي برشلونة الإسباني لمكافأة نجمه الشاب فيرمين لوبيز من خلال تجديد عقده مع الإدارة في الفترة المقبلة مع رفع راتبه السنوي. النجم لوبيز صدع في سماء برشلونة خلال الموسم الماضي، وقدم اللاعب أوراق اعتماده في الفريق الأول مستغلا الفرصة تلو الأخرى مع المدرب السابق تشافي هرنانديز. وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية مساء الثلاثاء أن برشلونة سيعمل على منح لوبيز عقدا جديدا بعد الموسم المبهر مع الفريق، على أن يبقى بموجبه في الكامب نو حتى يونيو 2028. وينوي برشلونة رفع راتب فيرمين لوبيز السنوي في العقد الجديد بما يتماشى مع القواعد المالية النظيفة والأوضاع الاقتصادية لإدارة خوان لابورت. وأشارت الصحيفة المقربة من أسوار برشلونة إلى أن الاتصالات الأولية من أجل تجديد عقد فيرمين لوبيز بدأت بالفعل، على أمل التوصل إلى اتفاق في القريب العاجل. يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة النجم الإسباني نيكولاس ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو. قدم ويليامز مستويات طيبة للغاية مع منتخب إسبانيا في كأس أوروبا، ولعب دورا محوريا في تتويج الماتادور باللقب. وبحسب تقرير نشرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن مشاعر الثقة التامة هي التي تسود الأجواء في قلعة الكتالون بخصوص صفقة ويليامز المحتمل للانتقال إلى برشلونة خلال الأيام المقبلة. وأشار التقرير إلى أن الإدارة واثقة من قدرة ديكو على الحصول على موافقة اللاعب الشاب. وترى الصحيفة الكتالونية أن ديكو مطالب بالحصول على الموافقة الكاملة مع نيكولاس ويليامز خلال اللقاء الذي سيجمع مواكيل اللاعب خلال الأيام المقبلة هذا الأسبوع. وفي حالة حصول ديكو على موافقة ويليامز سيتحرك النادي لدفع الشرط الجزائي في أسرع وقت ممكن لحسم الصفقة نهائيا. كانت هذه هي الأخبار اليوم، سنلقاكم في فيديو جديد إن شاء الله. شكرا لكم على المشاهدة.